الريحه مالها يا سلام. اسمع معايا مزيان هذا البلان اللي وقع. المصانع الغذائيه الولايات المتحده الامريكيه خدموا على واحد القضيه ذكيه جدا، مولوا مجموعه من الابحاث باش يبينوا لنا ان الفطور وجبه مهمه واساسيه. ما قلنا لهم والو، مزيان سيدي، واخا سيدي نديروا الفطور ونفطروا ماشي مشكل، ولكن عرفتي شنو نظلموا؟ ها شنو دخلوا لينا؟ رقائق الذره، كريات الذره، بزاف ديال اللعيبات اللي ولاو الدراري الصغار ما يمكنش ما ياخذوهمش في الفطور. اشنو هما هادو في التركيبه ديالهم كاين السكر، واحد الحاجه اللي هي خطر من السكر اللي تيتسمى له السيرو دو غلوكوز. السيرو دو غلوكوز شنو هو واحد المحلول سكري. شنو كيدير لك وشنو كيدير لولدك الصغير في الصباح؟ كيدير ليه لا غليسيمي الرق، وبالتالي ملي كيدير البيك دانسولين كطرى ليه واحد لا شوت دينيرجي ولا كيحس بواحد التعب من بعد. الناس الكبار اللي كياكلوا رقائق الذره ولا هاد لي كورن فليكس ولا هاد العجب كامل، عرف راسك اخويا، عرف راسك اختي، انك خديتي بزاف ديال السكريات، خديتي سعرات حراريه تتسمى خاويه، دي كالوري فيد، وخديتي معاهم زويته روميه، وخديتي معاهم نكهات صناعيه، وخديتي معاهم مواد حافظه. يا سلام، شنو بغيتي مازال؟ بالنسبه ليا صديقي ان هاد لي كورن فليكس ما بلان ما تلعب. بغيتي بديل صحي دير لك اسيدي الكرانولا، تيشدوا الفواكه الجافه وتيقرملوهم وتيجمعوهم بالعسل وتيزيدوا عليهم شويه ديال القمح ولا شويه ديال الشوفان ولا شويه ديال الكينوا ولا شي مصدر ديال الكربوهيدرات، وانت خديتي واحد الفطور صحي وخلطته مع حليب نباتي ولا حليب حيواني، وها انت ناضي كناضي. بارطاجي هذه المعلومه مع اصحابك واكي عاورك.